ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بما اننا خلاص داخلين على اجازة الصيف الكبيرة وخلاص كله هيقعد في البيت واطفالنا هيفضلوا قاعدين في البيت بقى، يا اما هنخرجهم يا اما هنعمل لهم انشطة في البيت. مفيش حل تاني. تمام. فالنهاردة جبت لكم طريقة سهلة وبسيطة جدا 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 للصلصال. هتعملوه في البيت بمكونات طبيعية قوي. لو طفلك كله او حطه في بقه، او حتى طفل صغير خالص لسه مش عارف حاجة خد حتة حطها في بقه، فمش هتعمل اي حاجة. مكوناته نظيفة كلها طبيعية كلها للاكل. تحفة. تحفة. يعني احلى من الجاهز كمان. بصوا بقى هنا لين اللي عملت لكم الصلصال. اول حاجة هي في طاسة على النار حطت كوباية مش مليانة قوي من المية، ونص كوباية برضو مش مليانة من الملح، يعني تقريبا ناقصة معلقة ملح، ومعلقتين كبار من الزيت. الزيت هنا لازم ما يكونش ليه ريحة قوية، يعني ريحة وحشة مثلا. تمام. وكمان معلقة كبيرة من الخل. حطت كل المكونات دي على النار. بصوا اختها جنبها مش عاوزة تسيبها وربنا يسترها يعني طبعا. قلبت كل المكونات دي على النار بالشكل ده لحد لما الملح كله يذوب. يعني مهم الملح يذوب خالص تماما يعني. طيب لو الملح ما دابش معاكم زي ما حصل معانا هنا في اثناء التصوير الملح ما دابش، فهنجيب مصفى ناعمة، مصفى تكون سلك ناعمة قوي يعني المهم، وهنصفي المية دي فيها من اي تكتلات ملح باقية وهنرجعها. هنا انا حطيت نقطة فانيليا، لو حابين تحطوا مية ورد، حابين تحطوا اي يعني اي زيت عطري انتوا حابينه او اي نكهة انتوا حابينها ممكن تحطوها. تمام. هنا بعد ما انا صفيت المية من الملح. تمام. حطينا هنا، هي حطت يعني كوباية من الدقيق. مهم هنا ان نقلب بسرعة بسرعة قوي. هنا هي ايدها كانت بطيئة شوية لان طبعا طفلة، فكتل منها شوية زي ما انتم شايفين وعمل كرات كده من الدقيق، وانا قعدت طبعا اعجن فيها كتير على الرخامة لحد لما كل الكرات دي بقت ناعمة معايا. دلوقتي بقى هنا هي بتلون العجين. قسمت الكمية دي كلها لست قطع متساوية، وهي لونتهم بالشكل ده. تمام. طريقة التلوين سهلة وبسيطة وكمان ممتعة، يعني لو ما تخلي طفلك او طفلتك يعملوا الحاجة بايدهم هيبقوا مستمتعين اكتر. انا ذات نفسي لما عملته لها اول مرة انا كنت مبسوطة قوي مستمتعة. يعني الصراحة حلوة قوي يعني لما تطلعي بايدك كده حاجة نظيفة لابنك او بنتك، انتي ضمنها وانتي عارفاها ونتيجتها تحفة. الصراحة هتحبي تقعدي وتلعبي معاهم وتعملوا اشكال. شايفين قد ايه طري وشايفين قد ايه حلو. هنا كمان بنتي الصغيرة كانت خدت قطعة كده وقعدت تلعب بيها مع اختها. الصراحة كل مرة بعمله بفاجئ بنتي بيه وكانت بتبقى مبسوطة، بس المرة دي كانت مبسوطة اكتر بكتير لان عملته بايدها. كانت مبسوطة قوي وكانت حاسة بالانجاز، يعني حاسة بالانجاز، يعني حاجة حلوة طلعتها بايدها، حاجة هي بتحبها. بصوا هنا بقى بتعمل لكم شكل. بصوا. ده كده الكتكوت بتاعها اللي عملته. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، اتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو مش مشتركين في القناة. مع السلامة.